48 ساعة الفيوم. ايه يا عم، ليه حسستني ان احنا في مهمه سريه؟ ما هي مهمة فعلا. بقول لك ايه، انت شكلك هتتعبني وعايز نحكي لهم اخر مرة رحنا فيها الفيوم. لا 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 يا معلم، خلينا بس تبدا الرحله وسيبك من الحاجات دي. اول ما وصلت فيلا الربوع فتحت الباب لقيت حجر قديم، ميه قدامي، هدوء غريب. او انا هنام في الكهف ده 48 ساعه؟ وعلى بحيره قارون كمان. ربنا يستر. بس الفيو عالمي، اوروبا ولا الفيوم يا واد يا حاج؟ بصراحه رعود الفيو عالمي، بس السؤال هنا هو انا هعرف اسيب المكان ده بعد 48 ساعه؟ استنى بس، عشان احنا هنبدا اليوم بفطار محترم. نطلع على الزواوي، احلى فطير مشلتت عسل. زي ما انتم شايفين اكلت لحد ما حسيت ان انا لو مشيت هتقلب معايا سلو موشن. قررنا ندخل في الجد وطلعنا على وادي الحيتان، متحف مفتوح فيه حفريات حيتان عاشت هنا من ملايين السنين. ووقفت افكر يعني ايه الحوت ده كان عايش هنا. يعني انت عايز تقول لي ان المكان ده كان بحر زمان؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. دخلنا على الجد، قصور العرب. اول حاجه هتحسها في المنطقه انها شبه سيوه. جبنا العربيه وكنت متحمس ومبسوط جدا لحد اللحظه اللي اكتشفت فيها ان السواق بيدور على المطبات مش بيتفتح. يا مينا، هو احنا في السباق ولا ايه؟ بعد اللف ده الجوع ضرب، كان لازم نقف عند كوم الدك. ملوخيه بقى ورز معمر بالقشطه وفراخ مشويه. والله لو في متحف للاكلات التاريخيه الملوخيه لازم تكون المعروض الرئيسي. هيحصل ايه لو سبت كل حاجه وفتحت مطعم ريف في الفيوم؟ طبعا بعد اللي عمله مينا قلنا نهدى شويه ونتمشى في قريه تونس. ودخلت محل فخار، قلت هبص بس، صح؟ انت قفشتني. هو انا جاي الفيوم ولا جاي افتح كافيه؟ طبعا مستغربين بيتزا في الفيوم، بس ده عشان ختمنا الرحله في مطعم ايبس. فورمه على الحطب، جو ريفي وطعم يخليك تفكر ليه نروح ايطاليا اصلا. ايه ده يعني لو الايطاليين شافوا ده هيراجعوا قرارات حياتهم؟ الله اعلم، بس اللي اعرفه ان 48 ساعه في الفيوم خلصت من غير لما نولع في الفيلا واحنا بنعمل شاي بالليل.